السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهارده في 3 دقايق كده هعلمك ازاي تحل على التفاعلات الكيميائية. طلاب ثالثة إعدادي. الباب الأولاني ده باب لذيذ وجميل. الفكرة كلها بس تفهم بس المخطط دوت فيه ملخص للباب كله. فانت بس هتعرف الاسئله بتيجي ازاي وتحل عليها ازاي. فاحنا هنبص كده. اول سؤال بس هو اللي بعيد عننا. فهو بيقول لك كده ايه. قبل ما نبدا عايز افكركم بس. استغفر ربنا 3 مرات. صلوا على النبي 10 مرات. اللهم صل على سيدنا، 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 اللهم صل على سيدنا. فاذا التفاعلات الكيميائيه في حياتنا بنستفيد منها بايه؟ بصناعه الادويه، صناعه الالياف، صناعه الاسمده، جميع ما سبق. هتقول له طبعا جميع ما سبق. تمام. بقول لك عند تسخين هيدروكسيد النحاس الازرق. هيدروكسيد النحاس الازرق CuOH باي 2. اكسيد النحاس الازرق. تمام. فانه ينحل يعني لتفاعل الانحلال الحراري الى اكسيد النحاس والهيدروجين، اكسيد النحاس وبخار الماء، النحاس والاكسجين، الهيدروجين والاكسجين. نبص على المخطط بتاعنا. بقول لك ايه؟ هيدروكسيد النحاس الازرق اهو، هيدروكسيد النحاس الازرق اهو CuOH باي 2. الحل الى اكسيد النحاس CuO زائد بخار الماء اهو. الحل الى هيبقى الاختيار بتاعنا هيبقى به اكسيد النحاس وبخار الماء. السؤال رقم 3 بيقول لك يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون عند انحلال المركب ايه بالحراره. ماشي، نشوف تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون هيكون فين. بص على الجدول بتاعنا اهو. تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون بيجي منين؟ من معظم كربونات الفلزاء. زي ايه؟ زي كربونات النحاس اللي لونها اخضر CO3 بتنحل بالحراره الى اكسيد النحاس وثاني اكسيد الكربون. يبقى صح. الاختيار الثالث بتاعنا يبقى ب. تمام. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانحلال الحراري لكبريتات النحاس الزرقاء يعطي اكسيد نحاس وغاز. فين كبريتات النحاس الزرقاء؟ اهي كبريتات النحاس الزرقاء اللون. بتنحل بالحراره لاكسيد النحاس وثالث اكسيد الكبريت. بتنحل بالحراره لاكسيد النحاس وثالث اكسيد الكبريت. شاطر خالص. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ثالث اكسيد الكبريت. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك التفاعل الكيميائي الاتي يمثل التفاعل قدامنا ده تفاعل الاحلال ولا الانحلال ولا اكسده واختزال ولا انه تفاعل من التفاعلات اللي احنا واخدينها في الدرس الاول. هنبص على التفاعل كده. بيقول لك ان O3 نترات الصوديوم. تمام. بتنحل الى نيتريت الصوديوم وغاز الاكسجين. يتصاعد غاز الاكسجين. بص على الجدول بتاعنا اهو. فين اهو؟ نترات الصوديوم اهي تنحل الى نيتريت الصوديوم ويتصاعد غاز الاكسجين تبع تفاعلات الانحلال الحراري. شاطر خالص. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ تحتوي الوسادة الهوائية على مادة ايه؟ مادة كبريتات أزيد أكسيد كربونات. لا، هي بتحتوي على مادة شاطر أزيد الصوديوم. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول ايه؟ خد بالك ده السؤال الثاني. بيقول لك ماذا يحدث عند ايه اللي هيحصل لما حدوث انخفاض سريع ومفاجئ في سرعة السيارة ماشية كده على الطريق وقامت خابطة في شجرة مثلا. ايه اللي هيحصل؟ على طول كده احنا عرفنا ان هو بيتكلم على الوساده الهوائيه. فلما يجي يقول لك عند حدوث انخفاض سريع ومفاجئ في سرعه السياره، على طول هتفتح على الوساده الهوائيه كده ونقول له يتولد شرر كهربي يعمل على انحلال ماده ازيد الصوديوم. ونقوم كاتبين له المعادله بتاعتنا اللي هي 2 Na شرر كهربي ان زائد 3 زائد تصاعد غاز النيتروجين ان 2. هنحفظ المعادله الجميله دي ازاي؟ هنقول له كده ان 3 شرر كهربي يدينا الصوديوم ونيتروجين. ونحفظ كده. شفت انت التشكيله بتاعت 2 2 3 ديت؟ خليها زي تشكيله الماتش كده 2 2 3. تمام. بص كده على المعادله. انت كده دلوقتي كده امتلأت الوساده الهوائيه بغاز النيتروجين. الناتج بسرعه فائقه خلال 40 ملي ثانيه. ممكن يجيبها لك في سؤال زي اكمل مثلا. وتفرغ مباشره بعد تصادمها مع السائق. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك ماذا يحدث عند تسخين كميه من نترات الصوديوم البيضاء. خلاص، نرجع بقى للمخطط الجميل بتاعنا ونشوف فين نترات الصوديوم البيضاء اهي. نترات الصوديوم البيضاء هنقول تنحل بالحراره الى نيتريت الصوديوم اللي هو ابيض مصفر، لونه ابيض مصفر، وتصاعد غاز الاكسجين. نقوم كده نشئل المعادله ان O3 تنحل بالحراره الى 2 NaNO2 زائد O2 وجنبه سهم كده طلع لفوق راشق لفوق. تمام. ماذا يحدث عند تقريب شظيه مشتعله؟ شظيه اللي هي حاجه كده، اللي هي الشرر الكهربي، حاجه كده زي حاجه جنب حتتين حديد ببعض طلعت شظيه كهربيه مشتعله للغاز الناتج من الانحلال الحراري لماده HGO. عشان نفهم السؤال ده احنا عارفين ان غاز الاكسجين لما بيتصاعد يا عم HGO عندي HGO لونه احمر ينحل بالحراره الى زئبق وغاز
الاكسجين. تمام. غاز الاكسجين دوت بيعمل على زياده لو في عندي ندار ولا حاجه، بيعمل الندار ديت يزداد توهجها اهي. بقول لك غاز الاكسجين يعمل على زياده توهج عود ثقاب مشتعل. الشظيه ديت زيها زي العود الثقاب المشتعل. فاحنا هنقول له ايه؟ ماذا يحدث عند تقريب شظيه؟ هنقول له كده اهوت: يتصاعد غاز الاكسجين الذي يعمل على زياده توهج الشظيه دي. تمام. ونقوم كاتبين له المعادله بتاعتنا. لك ماذا يحدث عند تكون ماده سوداء عند تسخين كربونات النحاس الخضراء بشده. تسخين كربونات النحاس الخضراء بشده. فين كربونات النحاس الخضراء؟ اهي. ادي تسخين كربونات النحاس الخضراء ديت بتنحل بالحراره الى CuO اللي هو اكسيد النحاس، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. تقول له كده بالبلدي كده: عند تسخين كربونات النحاس الخضراء اللون عند تسخين كربونات النحاس خضراء اللون. تمام. يتكون غاز اكسيد النحاس ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر باقي الرائق. وتقوم كاتب المعادله بتاعتنا. تمام. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لك: بتسخين اكسيد الزئبق تقل كتلته ويتغير لونه. انت كده عندك بيكلمك عن حاجتين: على ان الكتله قلت وان لونه اتغير. فعلى طول اقوم كاتبين له المعادله كده اهوت: اكسيد الزئبق الاحمر تمام ينحل بالحراره الى زئبق لونه فضي ويتصاعد غاز الاكسجين. وتقوم كاتب له كده سطر كده من عندك تقول له ايه: حيث ان اكسيد الزئبق كتلته اكبر من كتله الزئبق. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه: تحول لون هيدروكسيد النحاس الى الاسود بالتسخين. على طول فين هيدروكسيد النحاس؟ فين هيدروكسيد النحاس او هيدروكسيد النحاس؟ CuOH2 ينحل بالحراره الى اكسيد النحاس ويتصاعد بخار الماء. وتقوم قايل له كده اهو، وتقوم كاتب له تحت: هيدروكسيد النحاس لونه ازرق تحول الى اكسيد النحاس الاسود اللون. اكسيد النحاس الاسود اللون وتصاعد بخار الماء. السؤال اللي بعده بيقول لك: للتفاعلات الكيميائية أهمية كبيرة في حياتنا. أول صفحة في الكتاب، أول صفحة في الدرس بيقول لك إيه؟ للتفاعلات الكيميائية أهمية كبيرة في حياتنا. وتقوم قايل له الأمثلة. تمام. في محرك السيارة بينتج لنا توليد الطاقة اللازمة لحركته. في عملية البناء الضوئي يتفاعل الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون عشان النبات يقدر يكون غذائه. في المصنع هنقول له تفاعل المواد الكيميائية مع بعضها عشان تنتج لنا الألياف الصناعية والأدوية والأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية الضرورية في حياتنا. السؤال اللي بعده بيقول لك: تعتبر الوسائل الهوائيه من اهم وسائل الامان في السيارات الحديثه. يا عم الحاج، من اهم وسائل الامان في السيارات في المواقف الطارئه. ازاي؟ لانها تعمل على حمايه السائق عند حدوث اصطدام او انخفاض سريع ومفاجئ في سرعه السياره. تمام. وبكده وصلنا لنهايه فيديو اليوم. بالتوفيق ان شاء الله.